مشاهدينا الاعزاء، برحب بكم معانا وحلقه جديده وتحيا مصر على شاشه الفضائيه المصريه. النهارده حلقتنا عن القطاع الزراعي، وهنتكلم عن امراض النباتات، وخاصه هنتكلم عن كيفيه تسخير برامج الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن امراض النباتات. فاسمحوا لي ارحب بضيفي العزيز اللي بيشرفنا وبينورنا النهارده، دكتور اسلام قنديل، استاذ امراض النباتات كليه العلوم جامعه الازهر. اهلا بيك يا دكتور، مشرفنا ومنور. لو حبينا في البداية ناخد مقدمة كده ونعرف من حضرتك ما هو أو ما هي أمراض النباتات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، ثم أما بعد. في الحقيقة النبات هو حجر الأساس في حياة الإنسان، وبتتجلى أهمية النبات في محورين: في الأمن الغذائي وفي الاقتصاد القومي. في الأمن الغذائي لأن النبات بيمد الإنسان بالحبوب زي القمح والأرز والذرة والشعير، وبيمد الإنسان بالفواكه والخضر، ودي بتشكل 80% من الغذاء اليومي للبشر. كمان ان النبات بيمد الانسان بالزيوت والالياف اللي بيحتاجها الانسان لبناء جسمه والحصول على الطاقه. ده بالنسبه للجانب الغذائي. بالنسبه للاقتصاد القومي، القطاع الزراعي احد اعمده اللي بيعتمد عليها الاقتصاد المصري، حيث ان في 25% من السكان المحليين في مصر بيعملوا بالقطاع الزراعي وبيعتمدوا عليه في كسب او الدخل اليومي او الدخل الشهري بتاعهم. بالاضافه ان الدوله المصريه وضعت القطاع الزراعي ضمن خطة التنمية الاقتصادية في الحصول على العملة الدولارية، من خلال تصدير الحاصلات الزراعية والحصول على العملة الدولارية لاستخدامها في التنمية الاقتصادية. والنبات مهم جدا برضو في التنوع البيولوجي، ان هو بياخد ثاني اكسيد الكربون وبيدينا اكسجين وبيحافظ على كوكب الارض، وحاجات كتيرة جدا لها أهمية كبيرة جدا للنبات. تمام. هنطلع لفاصل ونرجع بقى نتبحر شوية ازاي احنا نتغلب على امراض النباتات، عشان في الاخر يبقى عندنا مساحات زراعية كبيرة نستفيد منها. فده هنعرفه من حضرتك بعد الفاصل ان شاء الله. اتفضل. تمام. من قلب الحقول الزراعية تبدأ رحلة المزارع مع تحديات لا تنتهي، أبرزها أمراض النباتات التي تعد العدو الأول للإنتاج الزراعي. فالفطريات والبكتيريا والفيروسات تتسبب في إتلاف ملايين الأطنان من المحاصيل كل عام، وتكلف الاقتصاد العالمي خسائر تتجاوز مئات المليارات من الدولارات. لكن التكنولوجيا الحديثة قلبت المعادلة وجعلت المزارع أكثر استعداداً لمواجهة هذه الأخطار. إن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم أداة رئيسية في الزراعة الذكية، فعن طريق كاميرا الهاتف المحمول وأجهزة استشعار دقيقة داخل الحقل يمكن للأنظمة الذكية التعرف على المرض في مراحله المبكرة وتحديد نوعه بدقة واقتراح طرق العلاج الأنسب. وفي مزارع متقدمة حول العالم تنتشر الريبوتات الزراعية المجهزة بكاميرات عالية الدقة وذكاء اصطناعي، تتحرك بين الصفوف الخضراء وترصد الورقة المصابة بدقة وتقوم برشها بشكل موضعي لتقلل من استهلاك المبيدات وتحافظ على صحة البيئة. كما يستخدم الباحثون الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الطقس والرطوبة ودرجات الحرارة لبناء نماذج تنبؤية تحدد احتمالية انتشار مرض معين قبل حدوثه، وهو ما يتيح للمزارعين اتخاذ الإجراءات الوقائية في الوقت المناسب. اهلا بيكم معانا مره تانية، وبنرجع مع حضرتك. قبل ما نتكلم عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الزراعه وعلم النباتات وامراض النباتات، كنت عايز اعرف من حضرتك ايه هي الخسائر اللي ممكن تتحقق في حال حدوث وباء او امراض للنباتات منتشره. فنحب نعرف من حضرتك هذه الخسائر تقدر بايه وشكلها ايه. تمام.
طبقا لتقديرات منظمه الاغذيه والزراعه التابعه للامم المتحده، منظمه الفاو ومجموعه البنك الدولي، حجم الخسائر الاقتصاديه على مستوى العالم سنويا تقدر من 10% الى 40% على مستوى العالم. وتقدر قيمتها الماليه تقريبا ب 220 مليار دولار على مستوى العالم، نتيجه لغزو الامراض النباتيه اللي هي بتبقى مثلا ممكن تبقى امراض بكتيريه او امراض فطريه او امراض فيروسيه او امراض النيماتوده او عن طريق الاصابات الحشريه. كل هذه المسببات بتتلف لي المحصول الثمري اللي انا بحتاجه في تامين الغذاء والمعيشه للشعوب على مستوى العالم، وبتدمر لي المحصول اللي انا بستخدمه في تحقيق السياده الغذائيه، وبالتالي بتوديني لحته ان انا ممكن يحصل عندي مجاعات او ان انا اوصل ان يبقى الناس على شفا المجاعه او يحصل عندي جوع او نقص في الامدادات الغذائيه. ودي بيكون تحدي خطير جدا. بينما على المستوى المحلي او على مستوى القطر المصري الخسائر الاقتصاديه او الخسائر نتيجه لامراض النبات تقدر من 15 ل 25% سنويا في جميع في الزمام الزراعي المزارع في مصر. طب يا دكتور، هي دي امراض النباتات او الوباء ده هل بيتمحور زي الفيروسات اللي احنا بنسمع عنها المختلفه؟ هل اختلاف يعني المناخ ودرجات الحراره المرتفعه او هل ليها دور في موضوع انتشار الوباء؟ اكيد يا فندم. أنا بتعامل مع مسببات مرضية مختلفة. أغلب المسببات المرضية كائنات مجهرية لا ترى بالعين المجردة. أنا بتعامل مع بكتيريا، بتعامل مع فطريات، بتعامل مع فيروسات، بتعامل مع نيماتودة، بتعامل مع إصابات حشرية. أنا لما بتحصل عندي أي مشكلة في الحقل أنا ما بشوفهاش إلا لما الأعراض تبدأ تظهر عندي. هي يعني غير مرئية بالعين. غير مرئية. أيوة. ببدأ أشوفها لما أبدأ أخد مثلا عينات مصابة وأبدأ إن أنا أشتغل عليها، أبدأ أتعرف على الإصابات دي كلها. القصة كلها في الأمراض النباتية إن ممكن مثلا في بعض الأمراض تصنف من طبق الخطورة. يعني عندنا مثلا مرض زي مرض اللفحة النارية في نبات الكمثرى أو في محصول الكمثرى. المرض ده تم تصنيفه إنه كلاس A طبقا للجمعية الأوروبية لحماية المزروعات. لو الشجرة اتصابت لازم أزيل المحصول البستان بالكامل. كل المحصول؟ تمام. مش المكان المصفق. لا في بكتيريا المسبب المرضي لهذا المرض بكتيريا اسمها إيروينيا اميلوفرا. دي من النوع السالب لجرام. البكتيريا دي مدمره جدا، بتدمر المحصول. انا اسال حضرتك، كل انواع البكتيريا والوباء ده هل كله بيتواجد في كل البلاد ولا كل بلد بيبقى فيها نوع مرض معين للنبات او وباء معين؟ لا، متواجده في كل الدول. ولكن نسبه انتشارها، معدل انتشارها ده بيعتمد على عوامل بيولوجيه وعوامل حيويه. أيوة. يعني من الحاجات اللي بتساعد على انتشار الامراض في اي قطر او في اي بلد الشتلات المصابه، البذور، الهواء، الرياح، القوارض، الحشرات، الانسان، الادوات المستخدمه في الزراعه. كل دي حاجات بتساعد في عمليه انتشار المرض. رقم 2 ان انا برضو عندي التغيرات المناخيه. البكتيريا والفطريات والفيروسات والحاجات دي كلها بتحب درجات الحراره، بتحب الرطوبه، الكلام ده. تغير المناخ بيكون بيئه خصبه او بيئه مناسبه لانتشار المرض دوت. عشان كده في فترات ارتفاع درجات الحراره القويه كتير بنسمع من المزارعين يقول لك المحصول بتاعنا باظ، او يعني بالمعنى الدارج زي ما بيقولوا. اكيد. لان تغير المناخ، القطاع الزراعي ده اكبر قطاع هش في مواجهه التغيرات المناخيه. احنا التغيرات المناخيه هي مشكله العصر، مشكله الساعه. ايوه ودي طبعا. قضيه لازم نوعي الناس بيها من اخطار التغيرات المناخيه، لان التغيرات المناخيه هتدمر كوكب الارض. أنا أتذكر مقولة للسيد بان كي مون الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة. كان له تصريح شهير جدا، قال لا يوجد لدينا كوكب بديل لكوكب الأرض، وبالتالي لا توجد لدينا خطة بديلة. بمعنى أنه يجب على جميع دول العالم وجميع الرؤساء وجميع الحكومات وجميع من يسكنون هذا الكوكب أن نتحد جميعا لمواجهة خطر التغيرات المناخية. والتغيرات المناخية دي بشكل بسيط جدا هي عبارة عن تحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس. التحولات دي مش وليدة اللحظة، في جزء منها ناتج عن النشاط البشري السائل للإنسان اللي هي الثورة الصناعية، وفي جزء منها ناتج عن منذ نشأة كوكب الأرض منذ ملايين السنين. الطبيعة عموما يعني اختلاف استخدام الإنسان لمصادر الطاقة زي البنزين والسولار والمازوت والفحم الحجري بينتج عنها انبعاثات كربونية. الانبعاثات الكربونية دي متمثلة في غاز ثاني أكسيد الكربون، بتطلع في طبقات الجو العليا، بتعمل احتباس حراري أو احترار عالمي، وبالتالي بتشوه لي النظام البيئي لكوكب الأرض، وبالتالي بتأثر في عملية انتشار الأمراض النباتية. لأن القطاع الزراعي زي ما أنا ذكرت قطاع هش في مواجهة التغيرات المناخية. طبعا. بس برضو الحمد لله بنقول على الجانب الآخر إن في بقى
مراكز الابحاث طبعا المختلفه، التطبيقات الجديده للذكاء الاصطناعي ودورها في مكافحه امراض النباتات، ودي هنتكلم عنها النهارده بالتفاصيل، لان الصراحه هي كمان علم كبير جدا جدا وتطبيقات متعدده. هنتكلم يمكن من اولها او اول نقطه تطبيقات الهواتف المحموله في احتواء الوباء او احتواء امراض النباتات. تمام. قبل كده لما كان بيحصل عندنا اي امراض كان في طرق تقليديه للكشف عن امراض النبات، اللي هو التشخيص بالنظر او المشاهده، وده بنسميه التشخيص الحقلي. وفي اختبارات معمليه بنعملها. التشخيص بالنظر والمشاهده ده بيعتمد على مشاهده الاعراض اللي بتظهر على النبات او على المحصول في الحقل. يعني انا ببدا اشوف اصابات بتظهر عندي، فببدا ان انا اشخص الاصابات دي طبقا لما هو متعارف عليه في تعريف وتشخيص الامراض النباتيه. وده ما بيبقاش دقيق قوي، لان ممكن اعراض اكتر من مرض يتشابهوا مع بعض. ممكن يبقى عندي مرض واثنين وثلاثه بيدوا نفس الاعراض، فده ما بيبقاش دقيق. فببدا انتقل الى المرحله الثانيه اللي هي التجارب الاختبارات المعمليه. ببدا اخد عينات من النباتات المصابه، سواء كان النبات بالنسبه لي بيتمثل في جزئين، في عندي مجموع جذري اللي هو الجذر، وفي مجموع خضري اللي هو الساق والاوراق والازهار والثمار. ببدا اخد عينات مصابه وابدا اخدها المعمل عندي، وابدا اعمل العزل والتعريف، ابدا اتعرف على الكائنات اللي موجوده عندي وادرس سلوكها، واحاول ان انا ابدا اعمل عليها التجارب البيوكيميائيه والاختبارات دي كلها. دي الطرق التقليديه او الوسائل التقليديه اللي ما زالت مستخدمه حتى الان على مستوى العالم. ولكن مع ظهور الذكاء الاصطناعي بدا يحدث تسخير وان احنا نستخدم برامج الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن الامراض النباتيه. فبدأنا نستخدم برامج الرؤية الحاسبية أو تطبيقات الهاتف المحمولة. في شركة في الهند صممت تطبيق يعتبر من أفضل التطبيقات على مستوى العالم، اسمه تطبيق بلانتكس. تطبيق بلانتكس ده متاح على جوجل بلاي وعلى اي او اس، على انظمه الاي او اس. ممكن المزارعين او المهندسين الزراعيين او الباحثين او كل المهتمين بالمجال الزراعي بيعمل تحميل للتطبيق ده عنده على الموبايل بتاعه. بيبدا مثلا يفحص الحقل اللي موجود عنده، لو لقى فيه اصابات موجوده على الاوراق او الساقان او الثمار بيبدا يصور صور واضحه الدقه من خلال الكاميرا اللي موجوده في الهاتف المحمول. بعد كده بيبدا يرفع الصوره دي على التطبيق. التطبيق طبعا فيه يحدد له نوع المرض. التطبيق طبعا احنا بنبقى عاملين فيه قاعده بيانات كبيره جدا محطوط عليها كل صور الامراض النباتيه في البيئات المختلفه. تمام. بيبدا يعمل كومباريزون او مقارنه ما بين تحليل العناصر اللي موجوده في الورقه واللي موجوده، ويبدا يديله زي ارشادات كده او توصيات يبدا ينفذها. وده من اشهر التطبيقات اللي هو تطبيق بلانتكس، وده كانت الهند شغاله عليه ومنتشر جدا في دوله الهند. وفي تطبيق تاني اسمه ليف دكتور، وفي تطبيق اسمه بلانت سناب. دول اشهر 3 تطبيقات ممكن نشتغل فيهم. مكافحه امراض النباتات، مكافحه امراض النباتات، وفي التشخيص المبكر للامراض النباتيه او نقص العناصر الغذائيه او نقص المغذيات. طب هسأل حضرتك حاجه، طبعا بحكم علمك انه من مبدا الوقايه خير من العلاج، هل ده مش مطبق في علم امراض النباتات؟ يعني مش ممكن بالكشف الدوري وان احنا ناخد عينات دوريه من المحصول طول فتره زراعته ده يجنبنا ان احنا نوصل انه يحصل وباء في الزراعه نفسها؟ اكيد كلام حضرتك مظبوط. احنا بناخد عينات وبنشتغل عليها وبنفحصها، ولكن انا زي ما ذكرت لحضرتك انا بتعامل مع كائنات دقيقه. كائنات لا ترى بالعين المجرده، سواء كانت بكتيريا او فطريات او فيروسات او النيماتوده. فانا المشكله بالنسبه لي مش هشوفها الا لما يبدا يظهر عندي اعراض مرضيه في الحقل. يعني لازم العرض يظهر عشان يظهر هعرف ان في اصابه. تمام. ولكن في بعض التطبيقات الذكاء الاصطناعي بداوا يستخدموها زي الطائرات المسيره او الدرونز. بداوا يستخدموا الطيارات المسيره او الدرونز في المسح للحقول والمزارع الواسعه. كل ما المساحه تكبر بالنسبه لي هيبقى في عائق بالنسبه لك عنصر بشري في رصد اي تغيرات او اي امراض او اي اعراض تظهر على النبات. فبدات تكنولوجيا جديده، شركه درون دوبلي، شركه امريكيه. في شركات امريكيه بدات تطور انظمه اللي هي الدرون، اللي هي الطائرات المسيره لرصد او الكشف المبكر على الامراض النباتيه والمسح السريع للحقول. الطائرات دي بتكون مصممه فيها اكتر من جهاز، فيها اجهزه اشعه تحت حمراء، وبيكون فيها كاميرات تصوير. الاشعه تحت الحمراء دي بتستقبل الاشارات الحراريه الناتجه من النبات، فبتعرف لي اذا كان النبات بيتعرض لاجهاد او نقص مغذيات او كده. وفي نفس الوقت برضه بيبقى في اللي هي في كاميرات بتصور في الاماكن المرئيه والغير مرئيه للعين المجرده، للعين البشريه، وبتبدا تدخل لي البيانات دي
على وحده تخزين داخليه بيكون فيها قاعده بيانات داخليه للامراض النباتيه، وتبدا تطلع لي التوصيات او الارشادات بتاعتها، وده من التطبيقات المهمه جدا. وفي بعض الدول بتستخدم هذه الدرونز او الطائرات المسيره بدون طيار في القطاع الزراعي في المكافحه الحيويه وفي الري والتسميد، انها بتبدا تدي لي بيانات بيئيه لدرجات الحراره والرطوبه والطقس والاحتياجات الغذائيه اللي النبات محتاجها، ويبدا يستخدمها في عمليه الرش او اعطاء المبيد او اعطاء الحاجات دي يا دكتور هي بترصد المرض قبل ظهوره على النباتات؟ مش محتاج هنا ان يكون المرض انتشر فاكتشفه، هنا لا. قبل ظهوره. طبعا دي انا اعتقد دي ثوره في عالم التكنولوجي اللي بتفيد جدا قطاع الزراعه. هي بترصد المرض في مرحله مبكره، لان انا بطير الطياره مثلا على المزرعه او الحقل بتاعي، فبتبدا تعمل مسح لكل الاوراق او كل السقان او كل الثمار اللي موجوده في المحصول عندي، وبالتالي لو في اي خلل او في نقص في العناصر او في اي اصابه بتبدا تطلع لي تقارير بكده، فببدا اعرف المنطقه المصابه والنبات المصاب وابدا اشتغل عليه. طب بما انه امراض النباتات بتختلف وتتمحور طبقا لاختلاف الجو زي ما حضرتك قلت وتغير المناخ وعوامل بشريه وغير بشريه، هل في المقابل برضو كل امراض النباتات ليها المبيدات الخاصه بيها اللي تقدر تسيطر على هذا الوباء؟ اكيد طبعا. كل مرض له مبيد معين بيشتغل عليه، سواء كانت مبيدات جهازيه او مبيدات موضعيه او كذا. باختلاف تنوعها، زي ما بنقول احنا الوباء ما بيفضلش في شكل واحد، هو في كل سنه وطبقا لاختلاف المناخ وغيره ده بيتمحور كل سنه عن اللي قبلها، فده طبعا بيحتاج ان برضو يبقى فيه يعني انواع من المبيدات المختلفه لاحتواء الوباء. اكيد طبعا. في مبيدات كيميائيه بنشتغل عليها، وطبعا دي ما بنستخدمهاش كتير لان بينتج عنها متبقيات مبيدات وعناصر ثقيله، فبتبدا تضر لي بالمحصول الثمري اللي انا بصدره او اللي انا بديله العنصر البشري. بدانا نستخدم المبيدات البيوحيويه اللي احنا بنجيبها من اصل حيوي ومن بكتيريا وفطريات والكلام ده كله، بدانا نتوسع فيها بحيث ان انا اتغلب على الغزو المرض النباتي اللي موجود، وفي نفس الوقت ما اضرش بصحه الانسان والحيوان والبيئه المحيطه. اكيد. نروح برضو لبرنامج تاني اسمه تحليل الصور الرقميه للنباتات. هل ده تابع اللي هو الطائرات المسيره ولا ده برنامج مختلف؟ تحليل الصور الرقميه للنباتات ده حاجه بنسميها الكمبيوتر فيجن، هي اشبه بالنظام اللي اتكلمنا عليه اللي هو تحليل من خلال الهواتف المحموله. ده تابع يعني تطبيق الهواتف المحموله زي بلانتكس وليف دكتور وبلانت سناب. تمام. برضو نقول على النماذج التنبؤيه دي برضو تابعه لنفس الفكره؟ لا، النماذج التنبؤيه دي او الريموت سينسنج، الحاجات دي كلها احنا بنشتغل عليها ازاي؟ انا برامج الذكاء الاصطناعي بتبدا تحدد لي درجات الحراره في المنطقه اللي فيها الزراعات بتاعتي، بتحدد لي درجات الرطوبه، بتحدد لي الاحتياجات المائيه اللي النبات محتاجها، تمام، بتحدد لي ترصد لي الحاله الفسيولوجيه للمحاصيل، تمام. الحاجات دي كلها بتساعدني في اتخاذ قرارات مبكره، يعني لو هيحصل عندي اصابه او في بيئه مناسبه لحدوث مرض معين، هو بيبدا يديني انديكيشن لحاجه معينه، فببدا انا اتنبأ بالمرض قبل حدوثه، وبالتالي امنع حدوثه، لان الوقايه خير من العلاج. طبعا التطبيقات دي كلها يا دكتور اكيد ليها هيكون عائد كبير قوي، ان مساحه الرقعه الزراعيه تكبر اكتر، ان الناتج من الغذاء والخضار والفاكهه وغيرها من النباتات حتى العاديه ده بيديني طبعا محصول وناتج اكتر، لان انا بسيطر دايما على الامراض قبل حدوثها، فده بيديني محصول جيد بالتاكيد. اكيد طبعا. يعني احنا لو اتكلمنا على القطر المصري، احنا في مصر منذ نشأة كوكب الأرض احنا عايشين على مساحة 5.5% من مساحة مصر الإجمالية، دولة زراعية في الأساس، اللي هي منطقة الدلتا ووادي النيل. تمام. الجمهورية الجديدة أو اتجاهات القيادة السياسية بدأت تتوجه إن احنا نتوسع في زيادة الرقعة الزراعية في مصر. أكيد. الرقعة الزراعية في مصر كان حجم الزمام الزراعي في مصر تقريبا 6 مليون فدان، احنا وصلنا في العام الزراعي الحالي 2024 2025 وصلنا ل 9.4 مليون فدان، بزيادة 3.4 مليون فدان في رقعة زراعية. الأراضي الجديدة دي بدأت الدولة تتوسع فيها. أنا زي ما قلت احنا كنا عايشين في منطقة الدلتا وادي النيل، بدأت الدولة تتجه إلى الصحراء الشرقية والصحراء الغربية ومنطقة توشكا ومنطقة سيناء. الدولة دخلت بمشاريع كبيرة جدا زي مشروع الدلتا الجديدة، مشروع توشكا الخير، مشروع الريف المصري الجديد، مشروع تنمية سيناء. كل المشاريع ديت هتزود لي الرقعة الزراعية في مصر، وهتساهم في تحقيق السيادة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل القومية الاستراتيجية التي تؤمن الغذاء والمعيشة للشعب المصري. وده جزء مهم جدا. رقم 2 ان احنا لما جينا نعمل التجمعات الزراعية او
المشروعات الزراعيه الجديده دي احنا بدانا نعملها ببنيه تحتيه تكنولوجيه حديثه. بدانا ندخل الزراعات الذكيه، الزراعات الرقميه، نستخدم ادوات يعني الذكاء الصناعي في الزراعه. الجيل الرابع ده الجيل الرابع من الزراعه. ايوه ده الجيل الرابع. بدانا نستخدم الزراعات الذكيه والزراعات الرقميه، ونستخدم الذكاء الاصطناعي في تهيئه البنيه التحتيه وانظمه الري وانظمه التسميد والانظمه الزراعيه في المجمعات الزراعيه الجديده اللي الدوله ضافتها عشان نحقق السياده الغذائيه للشعب المصري. التطور ده هو اللي خلى عندنا مثلا زي ما بنشوف في الاسواق انواع من الخضار والفاكهه المختلفه، انواع ما كانتش موجوده فيما سبق. يعني كنا لسه بنتكلم عن محصول المانجا، بنقول ان في انواع لم تكن موجوده قبل كده، فبقى في تطور في حتى انواع الخضروات المختلفه باشكالها واسمائها. هل ده تطبيقات الذكاء الاصطناعي برضو التطور اللي حصل في طرق الزراعه هو ده اللي ادى الى هذه النتيجه الجيده؟ اكيد. هو في تطوير في المنظومه الزراعيه. يعني دايما مراكز البحوث الزراعيه وكليات الزراعه وكليات العلوم وكل الباحثين دايما بيشتغلوا على استنباط اصناف جديده. كل شويه نستنبط اصناف. اهم حاجه عندي ان انا استنبط اصناف عاليه الانتاجيه، تديني انتاجيه كبيره جدا عشان احقق سعر غذائي، واستنبط اصناف مقاومه للامراض النباتيه، واصناف تبقى كويسه قابله للزراعه على مستوى القطر المصري. ده الباحثين بيشتغلوا على الموضوع دوت. وفي نفس الوقت احنا برضو اي اصناف جديده بتظهر في دول ثانيه بنحاول ان احنا نجيب منها عينات ونبدا نستنبتها هنا في مصر ونبدا نزرعها طالما هي لها انتاجيه كويسه وليها فيدباك كويس. ايوه. ما بسجل دايما مع اساتذه الزراعه فكره استنباط السلاله الجديده دي عمليه ليست بالهينه، دي بتاخد سنين وسنين عشان تنتج سلاله جديده. فده يخليني اتكلم عن فكره تطور مراكز الابحاث وان احنا نمدها بكل الاجهزه الحديثه والتكنولوجيا الحديثه، لان هذه الاماكن هي اللي بتقدر تسيطر لنا على الوباء وبتقدر تخلينا نطلع كمان انتاج جيد. ففكره تطور مراكز الابحاث دي اعتقد فكره يعني لابد ان هي يعني يتم تؤخذ بعين الاعتبار دايما. اكيد طبعا. واحنا شايفين ان الدوله المصريه يعني مصر فيها المركز القومي للبحوث، فيها مركز البحوث الزراعيه بالمحطات التابعه ليه، في عندنا كليات الزراعه على مستوى الجمهوريه، كليات العلوم على مستوى الجمهوريه والمراكز التابعه ليها، وبرضه ايضا الشركات العامله في القطاع الخاص في القطاع الزراعي برضه بتمتلك مراكز بحثيه كويسه جدا. دور الدوله انها توفر اجهزه وتساعد الباحثين. طبعا التمويل مهم جدا. طبعا تمام عشان نوفر البنيه التحتيه التكنولوجيه اللي احنا محتاجينها في العمليات الزراعيه، وفي نفس الوقت ان العالم في خطر والزراعه هي الحل. الزراعه هي طوق النجاه الوحيد لكوكب الارض وللعنصر البشري. لان العنصر البشري 80% من الغذاء اليومي بتاعه بيعتمد على النباتات، وبالتالي النبات ده عامل مهم جدا في معادله السياده الغذائيه وفي تحقيق الامن الغذائي. ودي اعظم ختام ممكن نختم بيه، ان الزراعه هي طوق النجاه للعالم بالازمات المختلفه اللي بتحصل فيه، من الخوف من المجاعات، ان الزراعه والاهتمام بيها وتطبيقات التكنولوجيا الحديثه فيها هي دي طوق النجاه للناس كلها في كل انحاء العالم. اشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا. دكتور اسلام قنديل، استاذ امراض النباتات، شرفتنا ونورتنا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. سعدت جدا. ربنا يخليك يا فندم، شرفتنا. واشكر كل مشاهدينا، ونلتقي ان شاء الله حلقه جديده. وتحيا مصر. شكرا لكم.